في دعوة منتشرة على النت للتظاهر أمام السفارات المصرية. ده حديثا احنا بنتكلم ان بكرة ده 1/8، وبيقول لك الحجة بتاعتهم ان احنا عايزين نضغط على مصر علشان تدخل المساعدات. فطبعا انت تيجي تكلمه تقول له حبيبي ده الحوار ده قديم والمساعدات دخلت وحصل انزال جوي، يقول لك لا برضه احنا عايزين ندخل المساعدات. يا ابني يهديك يرضيك، لا احنا عايزين ندخل المساعدات. ففي واحد مواطن مصري هيتلخبط يقول لك هو في ايه؟ هو احنا مش دخلنا المساعدات؟ هم ليه عمالين يتكلموا ويعيدوا ويزيدوا في الموضوع؟ افهمك يا عزيزي ان الفكره دي بس هم بيضغطوا بيها على مصر علشان يحركوا الشارع المصري، وعلشان انت كمواطن يتم استعطافك، يبتدوا يدوا لك فيديوهات علشان يتم استعطافك. هم الهدف الاساسي بتاعهم اللي انت تثور داخل الشارع المصري، ده الهدف الاساسي. طيب في دعوات كتير من المصريين قعدت تقول طب ما تخشوا بالعافيه ونزلوا الطيارات بتاعتكم وخلوا الطيارات ترمي المساعدات. هي على فكره حصل انزال جوي حديثا، ده انا بكلمك عليه امبارح، ونزلوا المساعدات. بس المفاجأة اللي حصلت هنا اللي انت هنا بتفسد عليه الفكرة بتاعته، اللي هو بيستغل حجة المساعدات ان هي ما بتخشش، فبيقول لك خلاص خدوا الفلسطينيين عندكم عشان الناس بتموت من الجوع، فقمت انت عملت انزال جوي. فما حصل انزال جوي طلع بيان من وزارة الداخلية جوه فلسطين بيقول لك لا والله المساعدات اللي انتم بترموها من الجو دي هتضر المواطنين ويحصل إيذاء. طبعا انت هنا هتستغرب الخبر ده، بس انا هقول لك ما تستغربش. ليه؟ لازم تسأل نفسك سؤال، هو ليه خبر الإنزال الجوي للمساعدات بالأطنان من سلاح الجو المصري اللي نزل على غزة مش متصدر المشهد الإعلامي العالمي، واللي متصدر المشهد على قنوات كتير لدول معادية لينا؟ إزازة العدس اللي الناس كانت بترميها في البحر على أساس إن هي هتوصل لغزة. على فكرة هي ما وصلتش، هو في كام واحد في قلب غزة عملوا فيلم هندي وطلع لك ازازة كوكاكولا جواها عدس وقال لك دي اللي جت من مصر، ولكن لما هتتفحص الصور هتعرف ان ازازة كوكاكولا اللي هو ماسكها دي بتاعت خط انتاج اسرائيل. الازازة بتبقى الغطا بتاعها مشرط، انما الازازة اللي بتنزل لخط انتاج في خط انتاج مصر الغطا بتاعها بيبقى ناعم مفرود مفهوش خطوط. وطبعا دي جزء من الاشتغالات اللي عمالين يشتغلوها لكم علشان الاستعطاف. الغرب عايزكم تستعطفوا فتضعفوا، فتقوموا مدخلين الفلسطينيين على قلب مصر، وتبتدي بقى الخطة بتاعت اليهود ان الفلسطينيين يخشوا، وبعد ما يخشوا زي ما قالوا احنا لازم ندخل غزة علشان في ضرب بيجيلنا من قلب غزة، هيقول لك لا والله احنا لازم ندخل سيناء علشان في ضرب بيجيلنا من قلب سيناء. نفس الفكرة طبعا، بس هيبقى السيناريو مختلف شوية، في اختلافات يعني هتحصل عشان انت بتبقى بتواجه يعني حاجة اكبر من فلسطين بكتير. تمام؟ طيب تسأل نفسك هنا سؤال، مين صاحب الفكرة؟ يعني مثلا لما تلاقي واحد بيقول ايه، لما تلاقي خبر بينتشر بيقول لك انا عايز اكل بسكوت، بتقعد تدور ورا الخبر ده اللي عمال يقول انا عايز اكل بسكوت لحد ما بتوصل للراس الكبيره عشان تعرف مين اللي محرك الفكره. طب قال لك انا عايز اكل جيلاتي، فتفضل تدور لحد ما تعرف مين صاحب الفكره اللي عمال ينشر فكره طب انا يلا ناكل جيلاتي. قعدنا ندور ورا مين صاحب الفكره، افتحوا المعبر ودخلوا الناس لقيناها نتنياهو. الولا بيبي طلع علانيه طلع علانيه وقال لك يلا دخلوا الفلسطينيين على قلب مصر. اصوات كتير طلعت وقالت ان مصر هي اللي منعه دخول المساعدات، وان المعبر مقفول. قعدوا يتريقوا على الجمله اللي بتتقال ان هو مقفول من عندهم مش من عندنا، بيسقطوا اسقاط على ان الاسرائيليين سامحين بدخول المساعدات، ولكن مصر هي اللي رافضه دخول المساعدات. طب يا سيدي انا بقول لك انا شارك الكلام اللي انت بتقوله، واللي انت بتقوله ده انا موافقك عليه، واللي انت بتقوله انا بقول لك انت تمام التمام وفوق الشوق، حلو كده، وان الاسرائيليين هم اللي فاتحين المساعدات وهم اللي عايزين يدخلوا المساعدات ومصر هي اللي قافلاها. طيب هي مش المساعدات بتنزل مطار العريش وبعد كده من مطار العريش تتحمل وتدخل على عربيات؟ مش الناس اللي الدول اللي بتقعد بتبعت على مطار العريش وتدخل، ومع انهم عددهم قليل جدا يعني. طب يا باشا خلاص مصر وحشه، احنا هندخل نفس المساعدات على مطار تل ابيب، ومن مطار تل ابيب هتتحمل وتمشي العربيات لحد ما توصل قطاع غزه، ومن قطاع غزه تدخل. خلاص يا باشا احنا وحشين يا عم، يا عم اثبت لي اللي هم حلوين،
يعني هو يا سيدي البفرة تكدب الحشاش، عايز ايه تاني؟ مش بيقولك قافلة الصمود دي ناس جاية من دول العالم كلها علشان توصل عند معبر رفح ومصر وحشة؟ يا باشا قافلة الصمود دي فيها أجانب زي ما احنا شفنا، وقافلة الصمود دي فيها عرب بباسبورتات أجانب وفيها عرب بباسبورتات عربي. معظم الباسبورتات دي بتنزل المطار القاهرة تاخد فيزا اون ارايفل، المعظم بتاخد فيزا اون ارايفل، يعني انت بتاخد فيزا في قلب المطار وتطلع بقى تعمل اللي انت عاوزه. فهم نفس الفكرة في مطار تل أبيب، نفس الباسبورتات تدخل مطار تل أبيب وتاخد فيزا اون ارايفل بالباسبورتات الأجانب وتدخل جوه. طب انت بدل ما تدخل مطار القاهرة زي ما هم عملوا وتصوروا، زي بدل ما تدخل مطار القاهرة وحي على الفلاح ودرجن درجن 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 لحد ما توصل عند مطار عند معبر رفح عشان غزة، يا باشا انزل مطار تل أبيب واعمل بطل الأبطال. انت جامد، انت فلة، انت مفيش منك 4، في منك 3 بس مفيش منك 4، فدي ميزه برضو. انزل مطار تل ابيب، وبعد ما تنزل مطار تل ابيب درجن 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 لحد ما توصل عند غزه، واوصل عند غزه يا باشا واعمل اللي انت عاوزه. على فكره من تل ابيب لغزه اقرب من مطار القاهره لغزه. يا عم انا بريحك، احنا وحشين هم حلوين. اللي يقول لك مقفول من عندهم مش من عندنا ويتريق، قول له احنا وحشين هم حلوين، روح اتعامل معاهم. بعد بقى ما تتعامل معاهم لو منعوك، مع ان المفروض ما يمنعكش على كلامك، اول ما يمنعوك اعمل النمره بتاعتك بقى زي اللي عملتها في مطار القاهره، في مطار القاهره وقعدت تصرخ وتعمل. يا باشا من باب اولى تعملها هناك، انت بطل، انت جامد، احنا وحشين، روح. لا اله الا الله. لما تقعد تتفرج تلاقي العالم كله المثقف، دول العالم الاول بيهزقوا اسرائيل، عمالين يهزقوهم في الاستادات، بيهزقوهم في مظاهرات، بيهزقوهم في كل حته. تيجي للعالم المتخلف، هو خرج عن، احنا ما بقيناش عالم ثالث، العرب دول بقوا العالم المتخلف. العالم المتخلف تلاقيه بيحاصر السفاره المصريه. يا غبي، يعني نتنياهو ما يقعد في مكتبه يقول لك ايه ده، ايه ده، يعني انا يا جماعه انا بتشتم من الغرب، ده بصوا العرب بيحاصروا السفاره المصريه. يعني هو يبقى قاعد بيتكيف جدا، قاعد بيتكيف جدا. هو ما استخدمش الغرب، يعني الغرب اللي احنا بنقعد نقول بصوا الناس كلها بتدعم اسرائيل، لما جينا للشعوب انت كمواطن عربي بتخدم الاجنده بتاعت نتنياهو فوق الشوق. يعني اجمد حاجه، انا ما شفتش اجمد منك. فانت اسال نفسك سؤال، ليه تغطيه المساعدات الانزال الجوي ما حصلش تغطيه من نفس القنوات ونفس البلوجرز ونفس الناس اللي كانت بتقول ان مصر منع المساعدات؟ لازم تسال نفسك السؤال ده. ليه المساعدات لما دخلت وبتترمى من السماء ومن كل حته لدرجه ان هم ابتدوا يرموها في الارض هناك في غزه، ليه ما بتتغطاش في الاعلام؟ لازم تسال نفسك السؤال ده. لازم تسال نفسك يعني ايه قرار يطلع من قلب الحكومة الفلسطينية يقول لك معلش الانزال اللي انتوا بتعملوه ده بيضر المواطنين؟ انت لازم تسأل نفسك ليه السؤال ده، ليه بيحصل ده؟ انت لازم تسأل نفسك ليه الازازة بتاعت العدس اتغطت اعلاميا اكتر من المساعدات اللي دخلت، والضغط اللي حاصل من فرنسا، والضغط اللي حاصل من بريطانيا، والضغط اللي حاصل من وزارة الخارجية المصرية. باشا وزارة الخارجية المصرية انا بقولها لك باختصار فراودة شغالين على الحوار ده. فراوده، عارف انت محمد صلاح وساديو ماني والبص وتانك تك تك، فراوده شغالين في الحوار ده. وده اللي قاهر قوي نتنياهو، انت عمال تفشخه من كل حته، فهو عايز يفشخك باي شكل. بس نتنياهو ليه مدرسه كده، اللي هو يفشخك باهل بلدك، يفشخك باصحاب القضيه انت فاهم انت الفكره، عشان يحرقك. الهدف اللي لازم تفهمه هو، او براحتك مش عايز تفهمه براحتك، يعني هو القاهره. اللي بيحصل ده محاولات استعطاف شديدة علشان تنفذ طلب نتنياهو ان هو قال دخلوا الفلسطينيين، وهي اصلا حماس اعلنتها صراحة وقدمت قرابين الطاعة للغرب، قالت لهم احنا هننقل المقاومة الى سيناء، هننقل المقاومة، انتوا لو رحلتونا برضه هننقل المقاومة لسيناء. بيرمي الكعب الولاء. الولد اللي اسمه الحية رئيس حركة حماس، ده هختم لك بيها، رئيس حركة حماس عمل ايه؟ طلع فيديو عمال يقول يا مصريين هتسيبوا اخوانكم بيموتوا جنبكم من الجوع وانتوا عندكم محشي وكشري، يعني ما قالش كده بس ايه، هو بيقول لك هتسيبوهم يموتوا من الجوع
وتتفرجوا عليهم. هي نسأل ابن العبيط، استغفر الله العظيم، مش عايز اديله حسنه، استغفر الله العظيم، سامحني معلش انا اسف. نسأل الراجل دوت سؤال: هي اسرائيل ايه الحجه اللي ماسكاها وهي بتفرم في غزه؟ هو رئيس حركة حماس قاعد في قطر في فندق ومظبط حاله في التكييف ولحمة وأكل وبتاع، وبيطلع يزايد في التلفزيون ويطلع يقول ارحموا اخواتكم بيموتوا من الجوع. ماشي ماشي، عبط احنا بس ماشي. ايه الحجة اللي اسرائيل ماسكاها؟ قالت لك انا بفرم في غزة عشان الرهاين. طب الرهاين مع مين؟ الرهاين مع حماس. طب وانت يا حية انت مين؟ انت رئيس حركة حماس. طب ما تطلع الرهاين. لا مش هطلعهم لما اخد الاوردر من نتنياهو اللي انا اطلعهم. ده نتنياهو عمي قايل لي ما طلعش الرهاين عشان انا لو خرجتهم هيبقى ايه الحجة الدولية ليا اللي انا عمال افرم في قطاع غزة؟ طب ما تفكك حركة حماس وتنهي الموضوع. لا ازاي؟ وهدي الفرصة ازاي لنتنياهو ان هو يخش ويدمر؟ وستستمر حملات الاستعطاف على الشعب المصري فقط. طب هل هيكون في حملات استعطاف للشعب التركي؟ لا. اتفرج على الاخبار التركية مش هتلاقي، هي مصر فقط. طب هتلاقي حملات استعطاف للشعب الخليجي؟ لا، هي حملات استعطاف على الشعب المصري فقط. طب هتلاقي حملات استعطاف للشعب الماليزي، الشعب التركي، الشعب القطري؟ لا، هي حملات استعطاف لمصر فقط. طب هل ينفع ننقذ الفلسطينيين وننقلهم جوه اسرائيل علشان بيموتوا من الجوع؟ لا، هي سينا فقط. طب ينفع ننقل الفلسطينيين نقسمهم وندخل بحملة إعمار وننقل السكان في حتة ونعمر حتة وبعد؟ لا، يخشوا سينا فقط. هي الفكرة كلها في كده. طب احنا عايزين نعمل مظاهرة، لا ما تعملهاش في اي حتة، اعملها في سينا فقط. طب انت عايز تفتح الحدود عشان تدخل مساعدات، لا ما فيش حاجة اسمها سفينة، ما فيش مواني في اسرائيل تنزل فيها مساعدات، ما فيش مطار تل ابيب، هي مصر فقط. يا باشا هو كل الكلام دوت مش بيخليك تفكر في حاجة وتربط الخيوط ببعض. اللي بقوله لك من الاخر يعني عشان ما تبقاش شبه اللهبل وتتعاطف مع حاجات غلط. اللي انت بتتفرج عليه غلق السفارات والحملات بتاعت خرق السفارات، ده مخطط المهندس الرئيسي بتاعه هو نتنياهو. لو انت بتنفذ حاجة من المخطط ده اعرف ان انت جندي عند نتنياهو. مساء الفل يا نتنياهو، اتمنى لك يوم سعيد. انا خارب لك المخطط وخارب لك الدنيا. اعمل شير للفيديو علشان الكلام ده يوصل لكل الناس.